لو انتوا حابين تقدموا هدية أو مفاجأة لحد عزيز عليكم بعيد شوية أو مش مقيم معاكم في نفس البلد، فالهدية دي هتكون بوستر عيد ميلاد انت اللي هتصممه بنفسك. هنستخدم أدوات بسيطة جدا، مش محتاجين نكون مصممين محترفين عشان نعمل حاجة مبهرة. خليكم معايا، هنتعلم خطوة بخطوة ازاي نصمم البوستر ونختار الألوان وفكرة التصميم ذات نفسها. طيب، مستعدين؟ يلا بينا نشتغل ونستمتع. في البداية أحب أقول لوالدتي كل سنة وأنتِ طيبة، بمناسبة عيد ميلادِك النهارده، ربنا يخليكِ لينا يا رب يا ست الكل. طيب، هنستخدم النهارده موقع كانفا مش فوتوشوب. المقاس اللي أنا هاستخدمه فيسبوك كفر. طيب، أول حاجة هنختار لون الخلفية، ممكن أخليها بيبي بلو. أوكي. طبعًا تقدروا تستخدموا المقاس اللي أنتم حابينه، بس أنا بافضّل أستخدم المقاس ده في صنع البوستر يعني. إمم. تمام، ممتاز جدًا اللون ده. تاني حاجة هنضيف الصورة، بس أنا طبعًا مش هاضيف صورة، أنا هاضيف لوجو أنا صنعته لها بنفسه، بسيط كده ورقيق. طيب، أول حاجة هنشيل الخلفية. لو مش معاكم حساب canva pro تقدروا تشيلوا الخلفية من أي موقع تاني. في مواقع كتيرة بتشيل الخلفية بجودة جدًا ممتازة، هاسيب لكم لينكاتها في التعليقات. أوكي؟ طيب نكبر كده شوية. حلو أوي. هنضيف بقى النص، أنا بافضّل أستخدم النص ده، تقدروا تستخدموا أي نص تاني عادي. نكتب هنا مثلًا happy وتحت مثلًا birthday. ممتاز جدًا. أوكي، نكبر شوية، تقريبًا مش هنحتاج ده خلاص. حلو أوي. طيب، خلّيها مفككة بس. التأثيرات، الكلمة الأولى أفضّل إنها تكون نوع الخط ده. الكلمة التانية أفضّل إنها تكون زي ما هي neon. ممتاز جدًا. طبعًا هنغيّر اللون للون الأزرق إلى حدٍ ما. إمم، تمام. ممكن نعدّل شوية. إمم، طيب، الظل هيكون لون blue. اللون ده إلى حدٍ ما ممتاز. وهنا هنغيّر اللون برضه، هيبقى أزرق. ممتاز. أوكي، حلو أوي. هنصغّر بس المقاس شوية. وزي ما يكون قد بعض إلى حدٍ ما. طيب، حلو. نخلّي دي قدّام كلمة happy.
كمان ممتاز جدًا. طيب إحنا بس الأول عاوزين نوصّلهم بحيث إن هُم يكونوا في المنتصف. تمام، ممتاز جدًا. هن هنضيف بقى العناصر، نكتب مربع البحث. التدرج gradient. ماشي. تصميم الجرافيك ده ممتاز. اوكي، حاول بقى نعدله على قد مقاس الكلمة بالظبط. يس. تمام، ممتاز جدا. مش حاسة لون كلمة هابي، حاسة ان هو عايز يبقى أفتح أو أغمق شوية. أو كده ممتاز. طيب احنا كده تقريبا خلصنا أول خطوة. الزخرفة بقى، كتير مننا بيقع في النقطة دي، يا بيضيف عناصر كتيرة جدا يا بيضيف عناصر قليلة جدا. التصميم يعني تناسق، يعني إنك تشوف البوستر يلفت النظر، يحسسك براحة نفسية كده. هنستخدم عناصر بسيطة في نفس الوقت تلفت النظر وما تكونش كتيرة جدا. يعني ممكن نحط بلالين هنا، نكتب مثلا البحث. بالونات نستخدمها الزرقاء بقى بما ان البوستر ازرق. دي مناسبة جدا. ودي يسا تمام، حلو. نعمل لها انعكاس. ممتاز جدا. بس وكده البوستر خلص. بوستر بسيط قوي. لا، بس حاسه ان احنا عاوزين نحط حاجه من فوق، زينه مثلا. طبعا التزيين دوت على حسب ذوقكم انتوا. اه، ده ممتاز جدا. يعني نحاول نصغرها كده شويه. لا، عايزه تصغر شويه كمان بحيث برضو ان البوستر ما يكونش فاضي. بس في ابسط من كده، البوستر خلص. طيب هنضيف بقى باك جراوند ونقلل الشفافية بتاعتها شوية. دي ممتازة جدا. نكبرها بحيث ان هي تتلائم مع حجم التصميم. ممتاز. نقلل الشفافية بتاعتها شوية، نحطها في الباك جراوند تحت خالص. تمام، حلو. بس ودي كانت النتيجة النهائية.